في مباراة من أسوأ المباريات اللي الأهلي فاز فيها. يعني الأهلي فاز ولكن أداء زفت الزفت بجد. في البداية كل التحية والتقدير للكابتن أيمن الرمادي. عمل جيم على الأهلي أقسم بالله عالمي. أقسم بالله جيم عالمي. ضغط، ماسك وسط ملعب، ماسك الملعب، مش ماسك نص الملعب، ده ماسك الملعب كله. لولا ان فرقه سيراميكا دي ما لعبتش ماتشات، لولا الجول اللي دخل في الاول خالص في اول 10 ثواني ولا في اول 8 ثواني دوت، لولا الحظ كان زمان الاهلي بره النهائي، بره نهائي السوبر خالص. وممكن كمان كان بنتيجه اسوأ، يعني كمان كان يبقى مش اداء سيء، لا ده كمان تبقى نتيجه زي الزفت. بجد انا مش عارف ايه اللي حصل، وايه اللي كولر عامله دوت، وايه التأليف في التشكيل دوت، وايه التأليف في البوزيشن بتاع اللعيبه جوه الملعب. يعني انا مش فاهمها وعايز حد كده يفهمها لي. يمكن انا ما افهمش. يعني ايه يكون عندك اصلا جناح يمين وشمال وتلعب امام عاشور شمال؟ دي اول حاجه. كريم نيدفيد ازاي يلعب على مروان ويلعب على كوكا ويلعب على السوليه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ حتى في التغييرات مجدي قفشه بيلعب احسن من مر... من آه، من آه، مجدي قفشه بيلعب احسن في الملعب وتاثيره احسن، وساب امام عاشور وبتغير. اكرم سيء جدا. ماتشات افريقيا، ماتش السوبر اللي فات سيء جدا. والسبب احنا عارفينه، يعني السبب احنا عارفينه كجمهور اهلي وكرجاله. يعني كجمهور اهلي احنا عارفينه، وكرجاله بقى عارفينه اكتر. وبرضه مصمم تلعبه وعايزه يلعب 90 دقيقة ويبقى كويس. أكرم مش هيديك تاني في الملعب زي ما أنت عايز، مش هيديك. يعني أنت بلتنا بلوتين في نص الملعب، أكرم وكريم، والاتنين أنيل من بعض النهاردة. أكرم وكريم والاتنين لا فيهم كرم ولا فيهم أي حاجة خالص. النهاردة الوحيد اللي النهاردة يعني تقريبا شايفه ان هو لعب في المباراة النهاردة هو مصطفى شوبير. ويمكن خط الدفاع شويه، يمكن خط الدفاع بالكور اللي شالها، يعني خط الدفاع بالكور اللي شالها بجد. لكن تغييرات سيئه جدا جدا جدا، كلها بلا استثناء. حتى لما نزلت حسين الشحات ونزلت وسام، منزلهم في الاخر ان هم اصلا مش هيلحقوا حتى يجروا، وبيلعبوا الاتنين اصلا اللي هم نازلين ان هو احنا ايه هنوقف الكرة شويه ومش عارف ايه. لكن بامانه سيراميكا النهارده عملت جيم على الاهلي، ضغط عالي، وبتلعب الكرة بمزاج. اللي مجنني بقى واللي مضايقني ان في محللين بيقول الاهلي كان ماسك الماتش. ماسك الماتش فين؟ جول دخل الاهلي بقى بيدافع. سيراميكا الشوط الثاني، الشوط الاولاني تقريبا كله الاهلي بيدافع وبيلعب على الهجمه المرتده، وما عندوش حد سريع. يعني الاهلي بيلعب على الهجمه المرتده وما عندوش حد سريع، لا تحت راس الحربة ولا حتى راس الحربة، لا امام ولا بيرسي تاو ولا حتى طاهر. التلاتة ما اعتقدش ان هم صراع، يعني انا ما تهيأليش ان هم صراع. وجاي بتلعب على الهجمة المرتدة. طب اللي هو ازاي مش عارف. الشوط التاني ماسكين كورة، جات لك كورنر، الكورة مفيش رقابة من لعيبة سيراميكا، دخل الجون التاني. وبرضه مصمم تروح بكرات فرديه، مفيش جمله، مفيش كوره، مفيش باص. لعيبه الاهلي ما باصتش النهارده 7 كرات على بعض، لا في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني. ما باصوش 7 كرات على بعض، مفيش باص، 7 نقلات بينهم وبين بعض كده. الكره بتتخطف، لعيبه الاهلي مش عارفه تباصي. وانا حاسس ومتاكد ان اللي موصل الاحساس ده هو كولر، بالعجن اللي عمله، سواء في التشكيل ولا سواء حتى في اللعيبه في البوزيشن بتاعها في الملعب. ومش فاهم ليه. يعني انا قاعد بقول طب باصص لماتش الزمالك، ده احنا كنا هنخرج النهارده، هيبص لماتش الزمالك ازاي؟ يعني ده انت حتى في بدايه الشوط الاول وانت مضغوط ما فكرتش تغير في لعيبه، ما فكرتش ترجع اللعيبه مكانها. التغييرات اللي حصلت زي ما قلت مش احسن حاجه، ده بالعكس.
يعني بالعكس، الناس اللي كانت بتلعب تقريبا فضلت طلعت بره، واللي كان اصلا مريح موجود. اكرم عنده انذار، لو كان خد انذار تاني في الماتش ده كان الدنيا دي اتقلبت، كان الماتش ده اتقلب خالص. كولر مع الاسف الشديد ان هو جه وهو بيفوز والجماهير حابه الموضوع دوت، بس كولر مع الاسف ما جربش ان جماهير الاهلي تبقى زعلانه من مدرب، ما شافتش ان جماهير الاهلي لما بتزعل من مدرب، لا اللي هو مش هتعمل حاجه، مش هتعرف تعمل حاجه خالص. لو جبت كريستيانو وميسي يلعبوا معاك مش هيعملوا حاجه ما دام الجماهير كرهتك كمدرب، وانت اللي بتوصل مع الجماهير للمرحله دي. مع الاسف الشديد انت اللي بتوصلهم للمرحله دي. لعيبه مش فاهم ازاي تبدا اصلا، وانا حاطط 20,000 علامه استفهام من ساعه ما كريم نيدفيد رجع والقندوسي انت رفضته. يعني ديت انا كل فيديو بسالها لما يكون في ماتش الاهلي وسيراميكا، كريم نيدفيد ازاي موجود في النادي الاهلي والقندوسي لا؟ وختمت باللي عمله القندوسي. هو ريحك، يعني هو القندوسي ريحك، لكن النهارده برضو لو لسه فيه وعلاقه الاهلي بالقندوسي لا يحرجك تاني وتالت ورابع. ده رابع ماتش للقندوسي تقريبا مع سيراميكا، ده رابع ماتش. مفيش ماتش القندوسي لعبه وحش قدام الاهلي، ومفيش ماتش القندوسي بيلعبه وحش اصلا، يعني مفيش ماتش القندوسي بيلعبه وحش، بس هو ريحك بالتصريحات اللي عملها والحاجات اللي قالها والقرارات اللي طلعها مجلس الاداره. لكن كريم نيدفيد يلعب على لعيبه موجوده احسن منه مليون مره، لا خالص. في النهايه بالمنظر ده احنا مش هناخد السوبر، وبالنهايه بالمنظر ده هتبقى فضيحه في الامارات، وبالنهايه وبالمنظر ده الاهلي مش هيعمل اي حاجه تاني. اخره في افريقيا هيبقى دوري المجموعات بالمنظر ده. لعيبه الاهلي لما تكون لعب 4 ماتشات وده مستواها البدني، لعيبه سيراميكا ما لعبتش غير اول ماتش ده رسمي ليها وده مستواها البدني، يبقى في حاجه غلط. يا اما انت في حاجه في دماغك انت الوحيد بس اللي فاهمها، انت الوحيد في العالم اللي فاهم انت ايه في دماغك، الوحيد اللي مفيش حد هيعرف يجيب اصلا ايه اللي في دماغك بالمنظر دوت، وبالمنظر بتاع ماتش الزمالك بتاع السوبر الافريقي. بالمنظر ده الاهلي السنه دي باص في اي بطوله بجد. المره الثانيه شابوه لكابتن ايمن الرمادي ولاعيبه سيراميكا بجد. لو فضلوا كده الموسم دوت هيعملوا حاجه في الدوري وهيعملوا اسم كبير. وسيبكوا بقى من موضوع كاس الرابطه وانت بطل كاس الرابطه، لا 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 لا، اقسم بالله لو فضلتوا بالمستوى دوت واللعيبه والاداء دوت لا هتنافسوا على الدوري السنه دي. في النهايه يا ريت يا كولر تفوق، ويا ريت لعيبه الاهلي تفوق. بس هتفوق ازاي وانت اصلا مش فايق؟ يعني لعيبه الاهلي هتفوق ازاي وانت مش فايق؟ تصبحوا على خير يا اهلاويه، وربنا يستر يوم الاربعاء الجاي.